بُص، في 4 أشكال لحياة أي حد عنده business صغير أو حتى freelance. أول شكل من حياتك إن ما فيش شغل وما فيش فلوس، ودي غالبًا بتبقى أول مرحلة في الbusiness بتاعك أو المراحل اللي فيها الأزمات. بيبقى ما عندكش شغل خالص ولسه ما اتعرفتش في السوق، لسه بتحاول تفتح شغل جديد وبالتالي ما عندكش فلوس. المرحلة دي بتكون صعبة جدًا ولازم تشتغل فيها فعلًا على إن أنت تفتح سوق جديد وتحاول تجيب شغل بشكل مستمر. وده بقى هينقلنا للشكل التاني من حياتك، وهي إن يبقى في شغل بس ما فيش فلوس. ودي المرحلة اللي الدنيا فيها بتبقى نوّرت شوية، ابتدى ييجي لك شغل بس الشغل ده مش مضمون بقى، يعني ممكن شغل يتنفّذ ويكمل وتاخد فلوسه، وممكن شغل ما يكملش يبوظ يحصل فيه أي حاجة من الحاجات، أو حتى الدنيا منوّرة إن في إيه لسه في اتفاقات بتتعمل وكده. المرحلة دي أنت فيها بتبقى مشغول شوية بس للأسف معاكش فلوس، فبتبقى مضغوط فيها حبتين. مشكلة المرحلة دي إن أنت تبقى مضغوط على إن أنت عندك التزامات عايز تدفعها ومستني تعمل الشغل، ويا سلام بقى إيه لو جالك شغل كمان على الشغل اللي عندك. يعني ممكن تأمِّن في المرحلة دي إن أنت تاخد دفعة المقدم الأول أو حاجة في الشغل، لكن عمومًا أنا باتكلم بشكل عام إن مش بيبقى عندك شغل كتير بس ما فيش سيولة. الشكل التالت من حياتك وهو إن في شغل وفي فلوس، ودي أحسن مراحل باعتبرها في الشغل. إن أنت عندك شغل والدنيا ماشية وبتتحرك الحمد لله، ومعاك سيولة ممشية الدنيا، وتقدر كمان تتحرك بشكل كويس وتوسّع شغلك. والشكل الرابع من حياتك إن ما فيش شغل بس في فلوس، وغالبًا المرحلة دي بتيجي بعد ما تكون سلّمت project حلو كده وبقى معانا كاش كويس وخلاص ما فيش شغل. المرحلة دي ميزتها إن أنت تبقى قاعد مريّح كده حلو، ما فيش عليك ضغط، ومعاك فلوس تقدر تصرف منها براحتك. بس المشكلة في المرحلة دي إن لو الفلوس خلصت هنرجع للمرحلة الأولى تاني وهتبقى صعبة جدًا. فالمرحلة دي لازم نستغلها إن إحنا معانا شوية وقت نقدر نسوّق لنفسنا أكتر، والفلوس دي نستخدمها جزء منها طبعًا حسب الميزانية المحطوطة في الماركتينج عشان نوسّع ونجيب شغل تاني. ضروري جدًا تكون عارف أنت في أنهي مرحلة من المراحل ديّة في الbusiness بتاعك، وتبقى شايف كويس أوي أنت هتتنقل من المرحلة دي للمرحلة دي إمتى وإزاي، وتوقّع أنت هتقعد قد إيه في المرحلة دي، وكل مرحلة تكون عامل لها شكل معيّن أو خطة معيّنة إزاي هتشتغل جواها تأمِّن نفسك إن أنت ما تروحش للمرحلة التانية. بس لو عايز تعرف أكتر بقى عن الbusiness اعمل لي follow.